السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير دايما. اهلا وسهلا بكم، نورتونا وشرفتونا، اسعدتونا، يسعد ايامكم يا رب وما تحرمش منكم ابدا. امن عليكم في اول فيديو كده، واحنا طبعا ايه بذكر المولد النبوي الشريف، نصلي بينا على رسول الله وصلى وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اعطى الله علينا من الخير والدين والبركه، ربنا يحفظكم بركه سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الف الف صلاه. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا. بالله عليكم حبايب قلب اخواتي تسالوا بينا على كده في الكومنتات عشان ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبعد عنكم كل شر كده يا رب وما تحرمش منكم ابدا. النهارده بقى زي ما قلت لكم النهارده الفيديو بتاع الخير يعني جميل جدا، يعني زي ما بقول لكم دايما ايه وش الخير علينا ما تحرمش منكم ابدا، ولا من تعليقات الجميله اللي كلها كلام خير. اول حاجه كده نعملها نمسح بقى الفم بتاعتنا وبجد الفيديو النهارده جميل ان شاء الله غدا. شوف بس ايه الحاجه دي كده الفيديو النهارده جميل جدا عشان بس ايه كل حاجه كده على جنب. الفيديو بتاعنا النهارده جميل جدا بس كده على القناه والاشتراك في القناه عشان تقدروا نشوف بقى اليوم بتاعنا النهارده نبدا ازاي. اليوم يكون سعاده كده وهنا ورزق وراحه كده ونظافه خاطر ما تخليش من الاول خلوا بالنا عشان هنقول على ايه وايه اللي هيحصل يعني ان شاء الله باذن الله. هتجدد في المواضيع دي كلها ما تحرمش من الاول لو في شرف لي اسعدكم مثلا ايامكم او اكتر ما تحرمش من الاول زي بقى والشباب في القناه عشان تبقى فيكم حلقات وفيديوهات الدنيا كلها ما تحرمش منكم ولا من تعليقاتكم الجميله اللي كلها كلام طيب. طبعا هتعملي ايه النهارده بقى ايه يوم امه هنعمل ايه النهارده هقول لكم ايه مش عارفه الدكتور اللي هتجيب ولا لا. خليكم تمام قوي حلو قوي كده. تعالوا اقول لكم ايه انا مجهزه ايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى اشوفوا انا مجهزه ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ايه بتاع كده ده طبعا ايه دي ايه شايفين دي اهوت نخلات ومجهزه بقى كده. طبعا ايه يعني هنعمل ايه هنجهز بقى ايه عجين وفي خميره اهي في خميره كبيره برضه وفي عندنا ايه يعني طبعا برضه هيبقى بقى العيش. لا انا عايزه اقول لكم ان عندنا العيش الفولي اهوت بس بصراحه العيش البلدي بصراحه له طعم كده يعني مميز كده ما تستغنوش عنه ابدا. يعني العيش عندنا هو ما شاء الله احنا وريكم شكله يعني العيش ما شاء الله جميل وطعمه حلو اهو. بس بصراحه ايه العيش البلدي بقى شايفين طري اهو. بس العيش البلدي بصراحه لما يكون موجود عندك في البيت كده بيكون خير وبركه كده وستر كده في البيت. بصراحه انت هي الحته ان هو يكون عندك ايه موجود دايما في البيت يعني. هقول ايه ما شاء الله بقى كده وسموا بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم انا يعني ان شاء الله باذن الله انا اللي هخبزهم ايه لوحدي يعني ربنا اللي معايا وانتوا كمان. فطبعا ايه هقول نخلت الدقيق نزلت بقى نخلت الدقيق كده وقلت ايه اشجع بقى معاكم كده. نخلت الدقيق وبعد كده بقى ايه هسيبه بقى يختمر بقى وبعدين اقرصه قطع بقى صغيره كده وايه وابطل بقى شويه كده 10 ب 10 كده وبعدين اجر على المكنه واحطه في الفرن. يعني هي تبقى ايه صينيه صغيره مش كبيره يعني وميه شويه صغيرين. وعايزه اقول لكم انا هعمله بايه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم انا بعجنه بالحليب. بعجنه ايوه والله العظيم بعجنه باللبن عشان يبقى ايه شقه العيش كده طريه يعني وجميله وتكون ايه مغذيه كده ودسمه كده. فبعجنه بقى باللبن. بنقول بقى اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط شويه ملح هقول لكم تاني اهو صغنونه كده. شايفين بعمل ايه فتحه كده في النص اهيت واحط بقى ايه شويه ملح بقى هما. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيبقى الخميره كل حاجه ببركه رسول الله كده نقول نسمي وبسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فحطيت بقى شويه الخميره عشان بقى ما اطولش عليكم. هم طبعا ايه هم اللي حابب كده دول هياخدوا ايه لكل الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم بخلي العجين لازم كده وجميل وايه وتلاقي الشقه العيش طالعه كده ايه بيضه كده وجميل. افضل بقى اقلب بقى كده حطيته بقى في الحته الفتحه اللي انا عاملاها في النص وافضل بقى اقلب بقى كده لحد ما ايه ما يبقى معايا بقى عجينه كده جميله جدا. وفي انتهت كمان هوريها لكم ان شاء الله لما اخلص. شايفين اصلا هو ايه بقى هيبدا بقى يلم معايا شايفين بقى اهو يبدا بقى يلم معايا. وامان عليكم لايك واشتراك في القناه هعجنه وارجع لكم تاني. طبعا خلصت اهوت ولو انت مش عارفه بقى عيار الدقيق مع اللبن او ممكن تحطوا ميه عادي مفيش مشكله. بس هتحط بالطلب يعني. وفي الاخر بقى كده بجيب بقى شويه ميه جنبي. طبعا ايه لو مش عارفه العيار بقى معاكي دقيق واللبن هتحط ايه بكرنيك او بكوبايه حبه بحبه. انما انا عارفه العيار حطيته مره واحده. وبعد كده بقى ايه حله جنبي كده يا دوب بس تبريد ايدي بقى كده واسمي بقى اقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان اختمه والشاهد بقى عليه عشان انا لا انا محمود رسول الله. كل المنات كده نشكرك تعالى خفيف ونضيف امين يا رب العالمين اهو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا اهو. شايفين اصلا العجينه زي الملح شايفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين بس الحلاوه والجواد، شايفين طريقه خالص اهيت ما شاء الله. اللهم صل على النبي. شلتها لكم بايدي اهيت، وبعد كده ايه الستاره بتبقى مش عارفه اعملها بايدي. بعد كده اقلمه بقى كده اهوت، اقلمه بقى كده ان شاء الله. اللهم بارك اهو، واعمل له ايه فتحه في النص كده، واجيب بقى شويه دقيق كده على وش كده، وستارتك بالدقيق اللي شايف في شر اصحابك العجز والدقيق. انا بصراحه مش عارفه الكلام اللي بيتقال قوي، بس ايه هو ربنا بيتقبل بقى، هو ربنا اللي عالم بالنيه اهو. بس كده، وبعد كده بقى ايه اجيب بقى اشرب او فوطه نضيفه واحطها عليه. طبعا البلكونه بقى اتفتحت مش عارفه اقفلها، طبعا ايه غطيته بقى بقماشه كده نضيفه. وطبعا عايزه كنت حاطه مع حته الخميره، حاطه معاه ايه شويه سكر كده عشان ايه يسرعوا كده في التخمير، وهسيبه بقى لحد ما يختمر. وعايزه اقول لكم بقى بجيب بقى الصينيه كده، الصينيه دي معايا بقى بس ايه بس المروحه علشان ايه بصراحه مش عايزه اطول ايه وقت الفيديو، علشان ايه عشان ما ابقاش طول عليكم. اخد ايه شويه ايه الرده، يعني احط الرده كده، واجيب بقى كده اجيب بقى ايه العجين كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، واكورها بقى كده، احطها بقى في الدقيق اهيت، واحطها بقى اهي كده. شايفين اهو كده ايه ان انا بقى قصته بقى اهوت، واسيبه بقى لحد ايه ما يهدى كده. وبعدين اولع الفرن بقى كده، بس مثلا 10 كده واحطهم بقى في الفرن، يطلع معايا احلى واجمل عيش بلدي يستاهل بقكم. امانه عليكم ليكم والاشتراك في القناه، احلى واجمل بات. ده بقى شكل العيش بعد ما خلصت بقى في الفرن. شايفين بقى ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا وفي منتهى الجمال. طبعا العيش البلدي في البيت كده حاجه كده ستر كده وخير كده وبركه. شايفين ما شاء الله جميل جدا وفي منتهى الجمال. امانه عليكم لايك واشتراك في القناه عشان تكبر بكم احلى واجمل قنوات كده ان شاء الله باذن الله. والوقت اقول لكم اخواتي وحبايبي من مصر ومن خارج مصر، ربنا يحفظكم ويوفقكم ويبعد عنكم كل شر، امين يا رب العالمين. لايك بقى عشان طبعا ايه العيش البلد دول نورتونا وشرفتونا واسعدتونا. والوقت اقول لكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.